السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى من الله انكم تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم دكتور مصطفى داوود، وبإذن الله في الفيديو ده هنبتدي حل شابتر المناعة، ونبتدي بالمناعة في النبات. ومعانا أول سؤال إن شاء الله. بيقول لك لمعان ثمرة التفاح يرجع إلى ترسيب مادة كيميائية على سطح الثمر الخارجي. في ضوء ذلك ما نوع الوسيلة المناعية التي تكون بها هذه المادة؟ بص يا سيدي، اتفقنا ان التفاح او اي معظم الفواكه عامة بترسب مادة كيميائية فعالة على سطحها تمنعها من فقد الماء، اللي هي الكيوتين. طيب، نوع الوسيلة المناعية التي تقوم بها هذه المادة؟ ماشي. هو مش دي مادة كيميائية يا ابني؟ يعني كيوتين. كيوتين. لو تفتكر الكيوتين دي يعني كانت جزء من الأدمة، لو فاكر يعني. الكيوتين كانت جزء من الأدمة. ماشي، الأدمة دي كانت مناعة تركيبية مش بايوكيميائية. البايوكيميائية دي كانت مواد بتفرز مستقبلات، آم، فينولات وجلوكوزيدات، أحماض أمينية غير بروتينية أو إنزيمات نزل سمية، وهي مش حاجة من دول. فهي تركيبية موجودة قبل ولا بعدها؟ موجودة قبل طبعا، لأن الكيوتين بيبقى موجود على طول، ما بيتغيرش. ماشي كده، فتبقى تجيب سؤال سهل. هي الأشكال التالية تعبر عن أوراق النبات الأكثر مقاومة للإصابة بالميكروبات. قلنا في الحصة دي على فكرة، أكثر مقاومة للإصابة بالميكروبات، عارف يعني إيه؟ يعني عنده صور قليلة وعنده طبقة كيوتين عالية. اللي هي مستر، أصل لو الصور موجودة ممكن الميكروب يخش منها، عشان الصور دي معلهاش كيوتين. فلو في صور كتير هيبقى عرضة للإصابة بالميكروبات، فدي مش نافعة. عايز أقل صغور، فدي ولا دي نافعة؟ ألف ودال عندهم صغر واحد. شوف بقى مين أعلى كيوتين. أعلى كيوتين هو دال طبعا، فاختار دال عشان عنده أعلى كيوتين وأقل صغور. ماشي. أي نباتات لا تقوم بترسيب الصموغ في السقان عند تعرض طبقة الفلين الخارجية للقطع؟ بص، قلت لك الفلين يا ابني، او عفوا اللي بيرسب الصموغ كان عندك في منهج مثال واحد اظن. اللي بيرسب الصموغ هي اشجار الصمت. ماشي. فدي حاجه محفوظه. دي لما عرض الساق للقطع شجره خشبيه بالذات ساق شجره الصمت، بقوم جاي مرسب صمغ. ماشي. منع الترسيب الموجود في خلايا الطبقه الخارجيه لسكان اشجار الصمت، لسه قايلينها. أشجار الصمت دي اما مش اشجار. بص، قالك اشجار دي يعني ساقها خشبيه. ماشي كده. ساق خشبية يعني ما فيهاش كيوتين. بس بص، في ساق عشبية وساق خشبية. الساق العشبية زي النباتات العشبية زي البرسيم مثلا، أو الفول أو الملوخية، دي بيترسب عليها كيوتين. إنما الساق الخشبية يا ابني زي الأشجار، أشجار الصنط، أشجار التفاح، أشجار البرتقال، بيبقى عليها آم، مش كيوتين، بقى عليها فلين. والفلين ده نسيج فليني فيه سيوبرين. ماشي. ففي سيوبرين مش كيوتين، فجيمو ده لأ. سيوبرين في خلايا حية ولا غير حية؟ طبعا السيوبرين بيخلي الخلايا ميتة عشان هو غير منفذ للماء، فسيوبرين في وجود الخلايا غير حية. ماشي. اما لا يحدث نتيجة تمزق طبقة الفلين المحيطة بأشجار الصمت. طيب، بص يا ابني، لما يحصل في قلت لك قبل كده في الحصة، فرق بين الفلين والصمغ. الصمغ ده مادة، الفلين ده نسيج. يعني يعني مثلا شايف الشجرة اللي تحت دي؟ انا دلوقتي قطعتها. لما اقطعها الشجرة دي يتعمل حاجة من الاتنين: يترسب صمغ، يتعمل فلين، الاتنين مع بعض. طيب، آم، هو المفترض الأصول إن معظم الأشجار بتعمل فلين بس ما بتعملش صموغ. الصموغ دي في أشجار معينة زي الصمت. ماشي. فالصمت لازم ترسب صمغ، فما ينفعش ايه، ما ينفعش اقول ما ترسبش صمغ. تمام. وقال لك هو قطع تمزق طبقة الفلين، يعني الفلين دي الحاجة اللي بره خالص، فلو عملت تمزق طبقة الفلين اللي بره مش هيحصل حاجة للتيروزات. فاهمني؟ التيروزات دي موجودة في نسيج جوه، نسيج الخشب من جوه، عايزك تفرق ما بين نسيج الخشب والأشجار الخشبية. يعني سواء شجرة خشبية أو شجرة عشبية، هما الاتنين فيهم نسيج الخشب. النسيج الخشب ده الأسانسير اللي بين المية والملح. إنما شجرة الشجرة الخشبية اللي من بره عليها ده مش خشب، اسمه فلين. احنا بنقول عليه خشب مجازا، فاهمني؟ لكن هو فلين. ماشي. فطبعا هيترسب الصمغ، ولكن يعاد تكوين الفلين ولا يعاد؟ لازم يعاد طبعا، اصل مش هسيب البتاع بالصمغ كده، لازم يعاد تكوين الفلين. لازم. ماشي، عشان هو اصلا ده تركيب، جزء من تركيبها يعني. متى تحدث الاستجابة المناعية الموجودة ان هو يعمل صمغ؟ يعني هيحصل امتى؟ ان حدوث تمزق سطحي في طبقة الفلين. ماشي، دي صح. ان حدوث غزو او قطع في اوعية الخشب. لا، مش اوعية الخشب. اوعية الخشب دي تحصل لما قصدي يعني ينتج عنها تيروزات مش صمغ، دي لا. عندما يفشل النبات في القضاء على الميكروب، لا، لان اصلا الصمغ دي بتحصل لمنع دخول الميكروب اصلا. يعني هو ما دخلش لسه عشان اقضي عليه. عند غياب المستقبلات، ما هي لو غياب المستقبلات يبقى اشعه الخير اصلا مش هيعمل صمغ. مش كده؟ لان لازم اول ما النسيج يعرف ان هو في حاجه قدامه اتقطعت، يقوم جاي قال المستقبلات تشتغل، ويقوم جاي شغال بسرعه، عامل ايه؟ عامل الصمغ ده. فتبقى الف اللي صح. الرسم البياني ده بيوضح التغير في كميه الماده المترسبه في جذور بعض الخلايا النباتيه عند تعرضها للتمزق. ادرسه جيدا ثم استنتج. ايه الماده الموضحه؟ ماشي. قالك حصل تمزق هنا، والمادة المترسبة قلت وبعد كده زادت، بس قلت ساعة ما حصل التمزق بالظبط. طب ما مش ممكن يكون يا ابني ده في اللين؟ صح ولا ايه؟ يعني مثلا شجرة خشبية وانا حصل لها تمزق،
فالفلين قل عشان تمزق. تمام كده. وبعد كده هيرجع يزيد تاني ويرجع زي ما كان، هنعوضه يعني. فهو الفلين بس مثلا مفيش فلين في الاختيارات، في سيوبرين. ما هو الفلين يا ابني ده نسيج، نسيج فليني، هو بيترص فيه سيوبرين. فاعتبر الفلين والسيوبرين حاجه واحده، اعتبرهم يعني. موجه الشبه بين الصموغ والفلين، ماشي. يمنعان دخول، طبعا الاتنين يمنعان دخول لانه بيبقى بره. طب يتكونان بعد الاصابه؟ بص، هو الفلين الصموغ يتكون بعد الاصابه، لكن الفلين اصلا بيكون جزء من تركيب الشجره الخشبيه اصلا. فدي غلط. يتواجدان سلفا في النبات؟ لا، الصمغ مش بيتواجد سلفا في النبات. كلاهما يقضي على الكائن الممرض؟ لا، هو مش بيقضي عليه على فكره، هو بس بيمثل حاجز يعني، عارف زي الحيطه كده. هي الحيطه ما بتخليش الحرامي يموت، هي الحيطه بتخلي الحرامي ما يخشش البيت، فاهمني. الشكل المقابل يوضح مقطعا عرضيا نسق خشبيه. تمام. ادرسوا جيدا ثم جاء مالي يعبر عن الاستجابه المناعيه عن النبات عند حدوث غزو فطري الخلايا الفلينيه. حلو. طبعا انت لو شفت غزو فطري فتختار غلاف عازل، طبعا غلط. عارف ليه؟ الغلاف العازل ده يا ابني قلت لك مش بيتكون الا في الخلايا الحيه. الغلاف العازل مش بيتكون الا للخلايا الحيه، والفلينيه خلايا ميته، فدي لا. امال امتى مثلا اختارها الف؟ لما تكون دي ساق مش خشبيه، لو كانت ساق عشبيه كنت اقول لك ماشي. انتفاخ الجذور الخلويه للخلايا الفلين، بص انتفاخ الجذور الخلويه برضه بتحصل في خلايا حيه قلت لك. ماشي، قلت لك في الحصه. اعاده تكوين الفلين في المنطقه المصابه ولا زياده كميه المستقبلات؟ بص المستقبلات برضه في خلايا حيه، ما ينفعش. فتبقى اعاده تكوين الفلين فعلا، لان لو حصل غزو الفلين الحاجه الوحيده اللي يعملها ان هو يعيد تكوين نفسه، بس ده الحاجه الوحيده اللي الفلين يعرف يعملها. ماشي. ايمن لا يمثل استجابه معايا تحدث في نبات الفول. عايز افهمك ان نبات الفول ده نبات عشبي يعني، ما عندوش فلين، فاهمني. ما عندوش فلين، فهختار اللي تكون فيه انه عايز لا تمثل، فاهمني. الباقي موجود عنده عادي، عنده كيتين ووجود الخلايا بشرة وتيروزات. ماشي. الشكل المقابل يوضح جزءا من بشرة ساق النبات، ماشي. ما نوع الاستجابة معايا تظهر في الشكل س او تظهر في س. هتلاقي ان الخلية انتفخت انتفاخ الجدار الخلوي. انتفاخ الجدار الخلوي دي كانت ايه؟ افتكر معايا، كانت تركيبية ولا بيوكيميائية؟ لا، كانت تركيبية لان هي مش ما بتفرزش مادة، فهي كانت تركيبية مش بيوكيميائية. موجودة اصلا ولا حصل بعد الإصابة؟ اكيد بعد الإصابة، لان الجدار مش بيبقى موجود كده طبيعي، هو بعد الإصابة. ده بيقول لك الشكل ده يعبر عن سمك الجدار الخلوي او التغير في سمك الجدار الخلوي مجموعة من الخلايا النباتية نتيجة مهاجمة كائن ممرض. اي من هذه الخلايا نجحت في منع الاختراق المباشر للكائن الممرض؟ بص، نجحت في منع الاختراق المباشر للكائن الممرض، يعني الكائن الممرض ما اخترقهاش دايركت، هي نجحت في كده. طب تعال نبص. بسم الله. عندك الخلية س اللي قبل وبعد نفس الخلية، ماشي. صاد بعد المؤثر هتلاقي السمك بتاع الجدار الخلوي زاد، وعين بعد المؤثر السمك بتاع الجدار الخلوي قل، ولام لام زي س، بس الفكرة ان لام مترص فيها اكتر يعني. تمام. طب انا هختار ايه بقى يا باشا؟ بص، لو الكائن الممرض دخل وانا منعته ب... يعني لو حصل اختراق مباشر يعني، سواء لخلايا البشرة او تحت البشرة عموما، عشان امنعه من الاختراق المباشر، ان اكون نجحت في كده، لازم يحصل انتفاخ للجدار الخلوي، صح؟ مين في الخلية دي حصل انتفاخ للجدار الخلوي؟ كده يحصل ترسيب زيادة للمادة اللي عليها يعني، او السمك بتاع الجدار هيزيد مادام انتفخ، فتبقى صاد بقى الوحيدة يعني. بس. اثناء الاختراق المباشر لاحد الميكروبات للجلد حدث التهاب وتورم في مكان الاصابة. جميل. ايه الاستجابة او الوسيلة المناعية يعني تشبه هذا التغير في النبات؟ ها، إيه اللي ممكن تلتهب او تنتفخ او تتورم؟ انتفاخ الجدار الخلوي بس. حاجة سهلة اوي يعني. لاحظ ثم منع الاستجابة المناعية س ليه أحاطت خيوط الغاز الفطري بغلاف عازل؟ دي كانت اسمها تركيب مناعي خلوية لو فاكر. دي كانت تركيبية بس تكون نتيجة الإصابة يا ابني. ماشي. دي حاجات مباشرة يا جدعان، ماشي. الشكل المقابل يوضح إحدى الوسائل المناعية في النبات، تدرسها ثم حدد. س جزء من إيه؟ هو بيقول لك غلاف عازل تحت، خلي بالك من غلاف عازل دي. غلاف عازل ما خدتهاش إلا مع الفطر في الفطريات. تمام كده. سهلة دي برضو، هبل يعني، ما انا عارف النبات سهلة والله. عند تعرض النبات لهجوم من احد الفطريات يستجيب بترسيب مادة الكالوز، ماشي، في موضع اختراق الفطر داخل الجدار الخلوي، مما يكون حاجزا من يمنع الفطر. دي نفس السؤال اللي فات. اما يمثل نوع الاستجابة، ما هي يا ابني هي يا ابني. هو دي منع تكون الفطر، منع الفطر بغلاف عازل برضه، هي تركيبية تكون نتيجة الاستجابة برضه. الشكل المقابل يمثل آليتين مناعتين في النبات، تعرف على ايه؟ ماشي، تعالى نتعرف. صاد دي باينة قوي انها التيروزات يا ابني، وعلى الخشب والتيروزات داخلة من النقرة اهي. امال سين بتاع الانابيب جاي يعمل دلوقتي، ماشي. سين دي انتفاخ الجدار الخلوي اهو، خليه وانتفاخ الجدار الخلوي بتاعها انتفخ اهو. وجه الشبه مناعة تركيبية موجودة سلفا؟ لا، هو الاتنين مش موجودين سلفا، هو الاتنين تكونوا نتيجة الإصابة، فالشبه هي به. مناعة تركيبية تكونت نتيجة الإصابة. 18 رسم بيني مقابل يمثل التغير في تركيز المواد المناعية داخل النبات بعد تعرضه للقطع في منطقة معينة أدى لدخول بكتيريا ضارة. يعني هو حصل له قطع ودخل بكتيريا ضارة يا ابني، ماشي.
بص بقى، عندك هتلاقي ان المستقبلات اللي هي اللون باللون اللبني كان ليها تركيز معين قبل الاصابه، والاخضر ده ما كانش فيه تيلوزات. طبيعي، ما هو التيلوزات مش هتتكون لما يحصل قطع. بعد القطع يا ابني تكون تيلوزات، والمستقبلات تركيزها زاد. بص، ما هو بعد اي قطع، بعد اي اصابه، لازم المستقبلات تركيزها يزيد، لازم. التيلوزات اتكونت، اول ما التيلوزات اتكونت اعرف ان القطع ده عميق ووصل لنسيج الخشب اللي في النص، اللي في عمق النبات. فموضوع حدوث القطع طبعا نسيج الخشب، عشان ما تكون تيلوزات يبقى نسيج خشب على طول يعني. ماشي. ماشي. أي آليات المناعة الأكثر كفاءة في مقاومة انتقال الميكروبات المنقولة عن طريق الماء إلى الورقة. بص، عن طريق الماء يا ابني. بص، هو أكيد الخشب، لأن الخشب ده الأسانسير اللي بينقل المية للنبات من تحت لفوق. تمام. فلو الميكروب ده بينتقل عن طريق الماء، يعني أنا هعمل تيروزات عشان أقفله على الخشب. فاهمني؟ أي الخلايا التالية يمكنها تكوين التيروزات عن تعرض لكثافات الخشب والقطع. بص، هو مين اللي بيكون التيروزات؟ واحد يقول لي الخشب. لا، غلط. اللي بيكون التيروزات مش الخشب، اللي بيكون التيروزات برانشيما الخشب، الخلايا البرانشيمية اللي جنب الخشب. فانا عايز خلايا برانشيميه. خلاص، اختارها غير مغلظه الجدر بينها مسافات بينيه اللي هي ب. ماشي. جيم دي صاد بشرة، عفوا. بشرة عليها كيوتين. الف خلايا كولانشيميه. د مضلعه دي سكلرانشيميه. ماشي. الرسم البياني المقابل يوضح كميه المواد الموجوده بجدر بعض الخلايا النباتيه. مين في دول تعتبر مسؤول عن تكوين التيروزات؟ عايز برانشيمي يعني. ماشي. ايه ولا بي ولا سي؟ هتلاقي ايه فيها سليلوز، وبي فيها سليلوز والجنين، وسي فيها سليلوز وكيوتين. بص، سي سليلوز وكيوتين دي خلايا بشر. بي اللي فيها الجنين دي خلايا سكرانشيمية. ايه سيلوز بس دي خلايا برانشيمية. ممكن تبقى برانشيمية او كولانشيمية عامة يعني. بس تبقى كولانشيمية امتى؟ لو السيلوز فيها زايد كمان. ان الكولانشيمية شبه البرانشيمية بالظبط، بس الفرق ان فيها سيلوز زيادة بس في الجدار. فطبعا اللي بيعمل التيلوزات هو الخلايا البرانشيمية اللي هي ايه فقط. ماشي كده. سهل ده. ايه العبارات التالية لا تنطبق على الوسيلة المناعية موضحة بالشكل؟ ايه الوسيلة دي؟ التيلوزات، باين قوي يعني. تعيق الكائن المولد من وصول الأوراق. صح طبعا، هي تعيقه فعلا، هي بتمثل حواجز كده بتمنعه يعني. تنشأ كاستجابة لنشاط المستقبلات. طبعا ما دام هي ما كانتش موجودة بالإصابة، يبقى تنشأ الاستجابة لنشاط المستقبلات. تنشأ من تمدد خلايا غير مغلظة الجدر. صح، اللي هي الخلايا البرنشيمية فعلا غير مغلظة الجدر. تتواجد في الطحالب البسيطة النباتات الراقية. بص، هي تتواجد في النباتات الراقية عشان عندها خشب ولحاء. لكن الطحالب البسيطة دي ما عندهاش خشب. دي كانت معلومة أظن في أولى ثانوي باين، في التصنيف. الطحالب البسيطة ما فيهاش خشب، فمش موجود فيها تيلوزات. ماشي، فدي غلط. فهو عايز الغلط، هو عايز لا تنطبق. الشكل المقابل يوضح قطعا عرضيا في احد الاوراق. اي التركيب الموضحه بالشكل تنمو بداخلها التيلوزات عن تعرض انسجه الخشب. ماشي. التيلوزات فين؟ احنا حفظناها خلاص. التيلوزات في الخشب. الخشب انهي واحد فيهم بقى يا مستر؟ والله إن الناس اللي تفتكر الحصه بقى. التيلوزات كانت بص تعالى نفتكر الاول. السين دي كانت خلايا البشره، دي مش خشب، دي مش اللي انا عايزها. تمام كده. طب صاد ده كان نسيج كولانشيمي. نسيج كولانشيمي كان فاكر كان مدرسه فيه سليلوز. ماشي كده. فده برضو انا مش عايزه. امال انت عايز ايه؟ قال لك انا عايز نسيج الخشب. نسيج الخشب ده بقى هو عين يا ابني. مش كده؟ هو عين نسيج الخشب، ولام ده اللحاء. مش كده؟ فيبقى سين بشرة أو وسط كولانشيمي عين خشب، لام لحاء. أنا عايز الخشب فاختار العين. ادرس الجدول يوضح آلية عمل 3 وسائل مناعية مختلفة من النبات ثم استنتج مين في دول 1 2 3 على الترتيب. حلو. تعال نبص. واحد، تلتقط الميكروبات وتمنع دخوله للنبات. طب ماشي. تعال نشوف كده الاختيارات. فيلين، صموغ، صموغ أشواك. بص، هو الاشواك تلتقط. الاشواك ما تلتقطش. الاشواك واقفه بس كده عشان ايه؟ تمنع مثلا ان حيوانات راعيه تاكل النبات. في الاشواك مش معايا، فدول دي بره. اصلا لفظ ان الاشواك تلتقط دي لفظ مش لايقه اصلا. هو الصموغ فعلا تلتقط. عارف ليه؟ لان مثلا الصموغ دي اي حاجه، لو ميكروب مثلا عايز يخش الصمغ ده هيقوم جاي غرقان فيه كده ويثبت فيه. يعني الصمغ ده يمثل حاجه زي ايه؟ زي رمال متحركه كده بالنسبه للميكروبات يعني. ماشي. ماشي. فاتنين وممكن الفيلين برضو يعني، ممكن الفيلين ما تمشيش عليه قوي كلمه تلتقط دي، بس ماشي يعني. اتنين، تحول دون اكل نبات من حيوانات الراعي. طبعا دي الاشواك، فما ينفعش الشعيرات، فكده الف اتاكدت ان هي بره. ماشي. التلاتة، تعيق تحرك الميكروب داخل النبات. التيروزات الحساسية المفرطة. طبعا انا شايف من رأيي التيروزات ادق، لان التيروزات تمثل كعائق. امال الحساسية المفرطة هي مش هتعيق حركته، هي هتموته. الحساسية المفرطة ان انا اموت النسيج بالميكروب اللي فيه. فاهمني؟ هي مش هتعيق حركته، هتموته. انما لو هتعيق حركته التيروزات. جايب لك بقى هنا دي الحساسيه المفرطه بقى اللي في الشكل ده. اللي هو عندك هنا ده نسيج سليم، الاخضر ده اللي على الشمال نسيج سليم، واللي على اليمين الاسود ده نسيج مصاب. النبات بقى جاي قال لك ايه؟ منطقه انفصال اهي. منطقه انفصال، وهفصل ده عن ده عشان ارتاح من اللي هو الصباع اللي يوجعك اقطعه. فاهم؟ الشكل المقابل يوضح استجابه مناعيه تحدث في النبات اللي هي الحساسيه المفرطه. متى يلجأ النبات ليها؟
يعني حدوث تمزق سطحي طبقة بص عامة الحساسية المفروض ترجع لها آخر اختيار خالص، اللي هو خلاص بقى أنا مش عارف عملت في كيوتين ما نفعش، جدار خلوي ما نفعش، كل ده ما نفعش لحد بقى قلت خلاص هموت النسيج وخلاص واريح نفسي. فهي جيم عندما يفشل النبات في انقضاء على الميكروب. فاهمني؟ طيب. وسين برضو اللي في الرسمة اللي بعدها دي الحساسية المفرطة، ان النبات بيموت الأنسجة بتاعته بتلاقي لونها ساعات بيبقى برتقاني أو أصفر، أو لونها لا أصفر لا بيبقى برتقاني أو أسود كده، فاهم؟ أو الورقة بعد كده تبقى مخرمة لأن النسيج بيبقى مات بقى. ما هي الاستجابة مع ياسين؟ طبعا حساسية مفرطة. ماشي. حلو. آه جايب لك مستويات المناعة ده النبات، وقلناها بص ان دي دي سين يعني دي اللي هي التركيبية، التركيبية قبل الإصابة، تركيبية موجودة سلفا اللي هي الجدار الخلوي والكيوتين أو الأدمة والجدار الخلوي. قصاد آم، تركيبية بس موجودة بعد الإصابة. ماشي كده. اللي هما الخمسة اللي قلت لك، فص تفتح الف كانت اللهم صل على النبي، شوف انت في الحصة بقى مش هقدر اشرحها يعني. وعين كانت ايه؟ عين كانت اللي هي الاستجابة البيوكيميائية. جميل. ايه رسم مناعات تلات تواجد بالمستوى عند مجموعة الميكروب الأوراق. سين أول حاجة خالص بيبقى مين؟ أول حاجة خالص بيبقى الكيوتين، الأدمة يعني عموما، كيوتين أو شعرات أو أشواك. إيه الرسائل المناعية سين توجد بمستوى سين عفوا عند مهاجمة الميكروبات السيقان الخشبية ما ينفعش اختار كيوتين بقى. ماشي كده. طيب اختارها ايه؟ اختار طبعا تكوين فلين، اول حاجة تكوين فلين. مش كده؟ على فكرة الحاجات دي انا شرحتها في الحصة والله، يعني مش عايزة تاني بقى. يعني انت لو انت مش مذاكر الحاجات دي ومش عارف معناها، مش عارف ترتيبها المنطقي، فانت لازم ترجع تذاكر تاني. انت تيجي تحل لما تكون مذاكر، مش العكس. هي الوسائل المناعية التالية لا تتبع خط الدفاع الأول في النبات. خط الدفاع الأول ده يا ابني اللي هو مناعة تركيبية، يعني عايز يقول لك مين في دول مش مناعة تركيبية أو مين في دول مناعة بايوكيميائية. اللي في دول مناعة بايوكيميائية الوحيدة تكوين الفينولات. ماشي كده. هي الوسائل المناعية التالية غير مؤثرة في فطر يصيب النبات من خلال الشعيرات الجذرية، يعني من الجذور من تحت. ماشي. تكوين غلاف عزل لا ممكن عادي، ممكن اعمل غلاف عزل على الفطر. الطبقة الشمعية دي غير مؤثرة فعلا. ليه؟ قلت لك ان الجذر معلوش طبقة شمعية. ليه؟ قلت لك عشان بلاش غباوة، ان الجذر لو عليه طبقة شمعية مش عارف يمتص مية اصلا، الطبقة الشمعية دي غير منفذة للماء، ما ينفعش. ماشي. بيقول لك ادرس رسم بين المقابل الذي يوضح التغير في تركيز بعض المواد في احد النباتات نتيجة لإصابة بفيروس ما، ثم حدد ما الحرف الذي يمثل التغير في تركيز المستقبلات. ماشي. هو بعد الإصابة المستقبلات تركيزها بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد طبعا، فاختار دبليو. تمام كده. بس بعد الإصابة لازم تركيز المستقبلات يزيد. السؤال اللي بعده، هل الخلية النباتية التالية تكون أكثر جاهزية لمقاومة الميكروب موضح بالشكل المقابل؟ حلو. الميكروب ده عنده الأنتيجينات بتاعته، تاخد يعني أنتيجينات في الإنسان. المستقبلات بتاعته بص، أو الأنتيجينات بتاعته عاملة كده مثلث ودايرة ومربع، يبقى تختار الخلية اللي عليها التلاتة. مين في دول؟ مثلث ودايرة ومربع، هتلاقي تقريبا ب عليها التلاتة، فتختار ب. بس سؤال عبيط يعني ميجيش في امتحان ده. تعرضت أربع نباتات من نفس النوع لجرح عميق في نفس الوقت. اتنين في دول بيقول لك خلايا لا تحتوي على مستقبلات، يبقى ما استجابتش. ما دام لا تحتوي على مستقبلات يبقى ما تعرفش ان في عدوى، مش هتستجيب، يبقى ألف. بس ده كان على فكرة سؤال ثانوية عامة سهل أوي. مركب الكيتوزان الآمن يستحث الاستجابة المناعية. خدت بالك ان يستحث دي؟ بس أنا كده حليت السؤال، مش هبص أصلا لقيت السؤال مستقبلات. اللي يستحث الاستجابة المناعية من المستقبلات، خلاص كده. ادرس الشكل التخطيط المقابل الذي يمثل علاقة بين آلتي المناعة في النبات. حلو. حلو ده. ماذا تمثل صاد؟ صاد بيقول لك رسم طالع من المناعة البيوكيميائية طالع لك المناعة التركيبية، وسين حاجة طالع لك من المناعة التركيبية طالعة من المناعة البيوكيميائية. طب هو ايه الأسهم دي؟ هما بيأثروا على بعض؟ بص يا سيدي، الموضوع سهل. قلت لك في حاجة بين المناعة التركيبية والمناعة البيوكيميائية، في لينك بينهم، ما ينفعش ايه، ما ينفعش يبقوا لما مثلا ما ينفعش يبقوا سيبريتد، ما ينفعش يبقوا منفصلين يعني. ماشي. فيقصد يقول لك ان الحاجة في المناعة البيوكيميائية يعني بتنشط لك المناعة التركيبية أو بتأثر على المناعة التركيبية. فاكر مين اللي كانت بتتنشط وبتأثر لك على وسائل المناعة الموروثة في النبات؟ المستقبلات. ماشي. الرسم بين المقابل يوضح تركيز مادة ايه موجودة في خلايا النبات. ماشي. ومادة بي تكونت في مكان قاطع فرع النبات، العلاقة بينهم ايه؟ قلتها لك والله في الحصة. بص ايه دي كانت موجودة قبل الإصابة وبعد كده زادت وثبتت، دي المستقبلات. ودي ما كانتش موجودة وزادت بس بعدها. دي ممكن تكون كذا حاجة، بس الفكرة ان ايه، ان بي تكونت كاستجابة لايه. قلت لك ان بي زادت بعد ايه عشان ايه؟ المستقبلات هي بتزيد الاول وبعد كده الاستجابة اللي بعد كده. مش كده؟ تبقى الإجابة دي ده الصح. حلو.
بعد كده يكون بعض المزارعين برش النباتات مادة البوليكسين، ولا تعمل على تظبيط تكوين مادة الكايتين، وهي مكون أساسي في الجدار الخلوي للفطريات. تمام. مما يؤدي لإضعاف الجدار الخلوي وموت الفطر. حلو قوي. في ضوء ذلك مياه المناعة تمثل في عملها دور هذا المركب. استنى بص، هو قال لك ايه؟ قال لك تظبيط تكوين مادة الكايتين، يعني هيثبط تكوين مادة الكايتين، هيؤدي الى اضعاف الجدار الخلوي وموت الفطر. يعني هيموت الفطر، يعني دي مادة بتمثل سم للفطر. حلو كده. ماشي. مين بقى هنا المادة سامة؟ المستقبلات مش مادة سامة. واحد يقول لي انزيمات نزع السمية. يا ابني بقول بص، انزيمات نزع السمية دي اخترع امتى؟ عشان انت بتلخبط. في فرق بين مادة سامة وانزيمات نزع السمية. يعني انا دلوقتي العدو اللي قدامي ده بيديني سم. ماشي. في فرق بين حاجتين، انا هرد عليه بسم تاني انا اللي جايبه، او آه، ابطل تأثير السم بتاعه. يعني هو مثلا انت قدامك دلوقتي عدوك، ماشي كده، ادالك كوباية مية محطوط او كوباية عصير محطوط فيها سم. انت بقى ترد عليه حاجة من الاتنين، يا انت تديله سم، انت كوباية عصير تانية فيها سم برضو تديها له، دي كده فينولات، دي فينولات، دي مادة سامة انت تديها له. يا اما السم اللي هو اداهولك ده تشيل تأثيره، تحط انت على السم، تقوم جاي شايل السم من العصير وشارب العصير عادي من غير السم. تعملها ازاي مش مهم يعني. فدي انزيمات نزع السمية. انما هو مش عايزها هنا، هو بيقول لك انت ايه السم اللي هتديهوله انت؟ الفينولات. لو انت ما فهمتش الحته دي عد الفيديو تاني، فاهم؟ عد الحته دي تاني، مهمه يعني. الرسم البياني المقابل يوضح تركيز مادتين س وص نتيجه تعرض احد افرع النبات للقطع. تمام. مين اللي زاد قبل مين؟ س سادت الاول بعد كده صاد، يبقى س مستقبلات وصاد ممكن تكون اي حاجه بقى عادي. بس مش اي حاجه اي حاجه. يعني صاد مثلا ما ينفعش تكون نسبه نزع سميه. ليه؟ اصل موجوده، كانت موجوده قبل الاصابه، ما ينفعش تكون نسبه نزع سميه. فسين مستقبلات وصاد ما ينفعش تبقى نسبه نزع سميه، فتبقى ج. ماشي. اللي بعده. تمام. أي مالي يمكن أن يكون فرق بين البروتينات المضادة للكينيتيكا وأنزيمات النزع السمية. السؤال ده كان السنة اللي فاتت حلو قوي. بص، البروتينات المضادة للكينيتيكا يا ابني كانت دي عنوان من وسائل المناعة البيوكيميائية. في منها أنواع، مش كده؟ في منها أنواع، نوع منهم اسمه إنزيمات نزع السمية، وفي أنواع تانية مش عليك. حلو كده. انزيمات نزع السمية دي نوع من الأنواع. طب يا مستر هو يعني ايه نوع من الأنواع؟ يعني مثلا في نبات معين يفرز انزيمات نزع سمية، في نبات تاني يفرز انزيمات تانية، في نبات تالت يفرز انزيمات تالتة. بس المشترك بينهم ان هما الاتنين بيتفاعلوا ضد السم، والمشترك بينهم ان هما كلهم بروتينات وهكذا. يبقى الفكره في ايه؟ يعني الانواع النباتيه التي تنتجها. دي الفكره. أصل الناس كانت مفكره السنه اللي فاتت ان البروتينات المضاده للكائنات الدقيقه هي انزيمات النسج السميه. لا، هي انزيمات النسج السميه مثال ليها بس. فهمت قصدي؟ اذا علمت ان ورقه نبات تم قطعها بالشكل المقابل، مين في دول غير صحيحه؟ او اي العبارات اللي غير صحيحه في هذه الحاله؟ زياده نسب المستقبلات في النبات، ما دام حصل اصابه يا ابني يبقى هذه نسب المستقبلات. انتفاخ جذور الرواية الخشبية بالبكور مكان القطع. ايوه مثلا انتفاخ الجدار الخلوي، بس انت كده مغفل. قلت لك انتفاخ الجدار الخلوي ده بيحصل لخلايا حيه. بيقول لك انتفاخ جذور الاوعيه الخشبيه. الاوعيه الخشبيه خلايا ميته، جذورها اصلا لا تنتفخ يا ابني. مش كده؟ فدي لا، دي فعلا غير صحيحه، هختارها. تكون التيروزات طبعا من خلال النقر صح لان حصل قطع. زياده افراز الجلوكوز والفينات، ايوه حصل استجابه، مش في حصل قطع يا ابني وحصل ميكروب ودخل، فها ممكن اعمل اي حاجه عادي طبيعيه للمناعه. فاهم؟ لكن انتفاخ الجدار الخلوي والاوعيه الخشبيه دي اصلا جمله غلط، لان الاوعيه الخشبيه اصلا الجدار الخلوي مش بينتفخ مهما كان. جايب لك بقى ثمره، معرفش دي طماطم دي ولا كوكا ولا ايه. تعفن الثمار يسبب نمو الفطريات، يسبب الفطريات خطر غذائي كبير. ماشي، ما علينا يعني. ممكن اتلافيه عشان احط ماده اسمها بنزوات الصوديوم، دي بتعمل تحليل غشائي بلازما الفطر ومنع نموه على الثمره. بص هو مديك هنا المفتاح، تحليل الغشاء البلازمي ومنع نموه على الفطره، على الثمره. ايه الفطره دي؟ هيمنع نموه على الثمره، تثبيط النمو. خدت بالك انت؟ مين اللي كان بيعمل الحركه دي؟ تثبيط النمو مين؟ الفينولات والجلوكوزيدات. فتبقى الجلوكوزيدات بس. اي آلات المناعة التالية غير مؤثرة في مقاومة نبات حشرة المن؟ حلو ده. حشرة المن دي يا ابني كنت خدتها السنة دي في التكاثر، وكنت خدتها السنة اللي فاتت في تانية ثانوي. كان لما العالم عايز، لما كان في عالم مش فاكر كان اسمه باين بور تقريبا. آم، على ما اظن يعني كان عايز يعرف الاكل بيمشي في انهي نسيج في النبات. فقام جاي حاطط، جايب حشرة الماني دي وهي بتحط بقها في النبات، وقام جاي قاطع بقها وشاف بقى ايه، شاف بقها وصل لحد فين. تمام كده. واكتشف نسيج اللحاء يعني ساعتها. فبيقول لك ان دي بتحط بقها في اللحاء، يعني دي الفكرة. فهو ايه اللي مش هيأثر؟ التيروزات، لان التيروزات موجودة في نسيج الخشب. فهو مهما عمل تيلوزات نسيج اللحاء هي عمالة تتغذى منه. فاهم قصدي؟ ما المادة التي من المحتمل أن تكون المسؤولة عن التخلص من نسيج المصاب في النبات؟
السؤال ده بقى يعني كان اثار جدل كبير يعني. مين المسؤول عن التخلص من نسيج المصاب في النبات؟ هو يعني النبات لما يجي يتخلص من نسيج المصاب بتاعه بيعمل ايه؟ بص، اللهم صل على النبي. لما نبات عايز دلوقتي عنده نسيج عايز يتخلص منه، هو هيعمل ايه؟ هيديله مادة سامة ويموته، صح؟ ايه المادة السامة اللي عندك؟ فينولات وجلوكوسيدات، اللي هي ايه؟ مواد كيميائية مضادة للكائنات الحية. بس خلاص خلاص كده، شكرا. والف ودال، يعني الف ودال اللي بالنسبة لك الاتنين واحد، هم ايوه هم مثال لده، بس الاتنين يعتبروا زي بعض. لكن المستقبلات مش مادة سامة. بس شفت الموضوع سهل ازاي؟ ده كان اول سؤال اظن في نموذج الف في امتحان 23. يعني هو انت دلوقتي عايز تتخلص من نسيج المصاب، انا بشرحها لك تاني. هتخلص من نسيج المصاب ازاي؟ هو مش ده نسيج مصاب، نسيج تعبان عايش يعني بس تعبان، صح؟ انت هتموته، صح ولا ايه؟ فانت لما تيجي تموته هتعمل له ماده سامه اللي هي انت خدت ان مواد كيميائيه مضاده كده دقيقه، سواء فينولات وجلوكوزيدات او احماض امينيه غير بروتينيه، كانت واحده بتقتل وتثبط نمو وواحده تانية سامه، فالاتنين يعني اسوأ من بعض فهتاخده بس. الرسم بالمقابل يوضح التغير في تركيز الماده س. زادت، هتتعرضوا لاصابه بكتيريا، ماشي، زادت وبعد كده قلت وبعد كده ايه؟ قلت تاني، يعني رجعت للصفر تاني. بص، الوحيده اللي بتزيد وبتقل وبترجع للصفر تاني هي يا ابني جيم، اللي هي البروتينات المضاده للكائنات الدقيقه، دي الوحيده اللي هي من مثال امثلتها انزيمات النزاع السميه. عند اي نقطه تمكن الجهاز المناعي تمكن من القضاء على البكتيريا. بص، ما دام تمكن من القضاء على البكتيريا اكيد جيم، عارف ليه؟ يعني مثلا هو هنا ايه، حصل قطع بدايه من الف، فلما النبات عرف ان في قصدي بكتيريا، قام جاي مزود انزيمات النزاع السميه، وفضلت انزيمات النزاع السميه موجوده لحد ما عرف خلاص ان هو ايه، قضاء على البكتيريا، قال خلاص انا قضيت عليها هنا بقى فهقل بقى، فنجح فعلا عند جيم. نفس السؤال برضو جايب لك هنا مادة ما كانتش موجودة قبل الإصابة وظهرت بعد الإصابة، اللي هي مين الوحيدة اللي بتظهر بعد الإصابة؟ البروتينات المضادة كانت دقيقة برضو. نفس الفكرة. إذا علمت أن أحد مسببات المرض تتم بداخله سلسلة من تفاعلات ألف وب لإنتاج المركب السمسي، يعني بينتج مركب سام، خلي بالك، هو الكائن الممرض بيطلع عليه مركب سام، يبقى أعمل له إيه بقى؟ عشان أوقف التفاعلات بتاعته دي أو أعمل حاجة اسمها نزع سمية، فهستخدم انزيمات نزع السمية أو البروتينات المضادة لكائنات دقيقة، الاتنين يعني بالنسبة لك واحد تقريبا يعني. ماشي، ادرس الجدول المقابل الذي يوضح آلية عمل ثلاث وسائل مناعية مختلفة في النبات. ما المواد الموضحة بالجدول توجد في النباتات السليمة؟ تعال نشوف الأول. تدرك وجود الميكروب، دي مستقبلات، دي موجودة فعلا في النباتات السليمة فمختارها. تثبط نمو الفطريات، دي فينولات وجلوكوزيدات، موجودة برضو في النباتات السليمة. تبطل مفعول السموم، ده دي مش موجودة في النباتات السليمة، فأي حاجة فيها تلاتة ما تختارهاش. طب واحد فقط ولا واحد واتنين؟ لا، أنا هختار واحد واتنين، الفينولات برضو موجودة في الإيه، في ده وفي ده. ينتج نبات القطن مركب اسمه جوسيبول، الذي يعمل على تثبيط تكوين العديد من البروتينات الضرورية لانقسام الخلايا البكتيرية. ماشي، يؤدي إلى إيقاف نموها و وتكاثرها. إلى أي من آيات المناعة التالية تنتمي هذه الاستجابة؟ بص، هو مش ده مركب يا ابني يعمل على تظبيط وهكذا؟ أكيد مش المستقبلات ولا الفتيلوزات، هو يا جيم يا دال. بص، هو يعمل على تظبيط تكوين العديد من البروتينات الضرورية ويؤدي الى ايقاف نمو البكتيريا. يعني مش بيعمل حاجه يعني البكتيريا مثلا مش بتفرز سم هو بيعادل السم ده، لا هو بيسم البكتيريا نفسها. فمواد الكيمياء مضادة كانت دقيقة بس، سهلة يعني. طب انت اختارها ده. لو قال لك ان ان المركب ده اللي هو الجوسي بول ده يعني بيعمل ايه؟ لو قال لك ان هو بيعادل السم اللي بتفرزه البكتيريا، لكن هو ما قالش كده، هو قال لك ان هو بيموت البكتيريا. ماشي. إذا علمت ان المضادات الحيويه تقاوم العدوى البكتيريه تنقسم الى نوعين اساسيين. بص يا ابني، ده هتاخده في الفارما ان شاء الله، علم الادويه في الكليه لو دخلت كليه طبيه ان شاء الله. في حاجات بكتيريوستاتيك وفي حاجات بكتيريسايدال. بص، بكتيريوستاتيك ده عارف يعني ايه؟ يعني انت مثلا عامل زي انت مثلا هتجيب عدوك او البكتيريا دي، هتجيبها هتعذبها وهتفضل مثلا تقعدها 3 ايام من غير اكل، وهتديها ماده تفضل توقفها كده تسمها، بس هتفضل عايشه اكلينيكيا. عارف انت مش بيقولك واحد عايش بس على سرير الموت؟ يعني هو بيتنفس بس يعني، ولا بيتحرك ولا حاجه. هو ده بكتيريوستاتيك، تثبيط نمو البكتيريا بس. انما لو انا هديله مسدس وهموته رصاصة الرحمه، ده قتل البكتيريا. في مضادات حيويه كده ومضادات حيويه كده. ماشي. المواد لا يمكن ان تعمل كمركبات قاتله للبكتيريا فقط، حاجه تبقى قاتله للبكتيريا بس يعني، يعني ما تصبتش نموها. ماشي كده مين؟ لو دي مهمه دي بقى، الحاجات اللي كانت بتقتل البكتيريا يا ابني. كان عندك حاجتين، كان في فرق ما بين عندك الفيناتوم والسيفالوس كان عندك، بص انا فاهمك، انا هرجعك للذكريات. كان عندك حاجتين، حاجه اسمها بروتينات مضاده اللي هي انزيمات النزاع السميه، يعني دي حاجه،
دي بتاعه السم، يعني بتأثر على السم، مش بتأثر على البكتيريا، فانا مش عايزها. وعندك حاجه تانية، هنمسح ده بقى. عندك حاجه تانية اسمها مواد كيميائيه مضاده. مواد كيميائيه مضاده كان ليها حاجتين: فينولات وجلوكوزيدات، او احماض امينيه غير بروتينيه اللي من امثلتها السيفالوسبورين والكنافانين. حلو كده. انا كده عملت لك ايه اللهم صل على النبي، عملت لك ايه ريفرش يعني. جميل. انا هختار بقى الف ولا ب يا ابني؟ لا، انا من رايي انا هختار ب. ليه؟ لان هو قال لك تعمل على كمركبات قاتله للبكتيريا فقط. هي الفينولات قاتله للبكتيريا فعلا، بس مش فقط. هي تقتل البكتيريا وتثبط نموها الاثنين، فمش فقط. انما السيفالوسبورين فعلا هو مش بيثبط النمو، هو بيقتل البكتيريا بس. فتبقى ب. على فكره السيفالوسبورين ده اصلا مضاد حيوي، يعني دي بقى دي المفارقه، يعني السيفالوسبورين اصلا ده عيله مضادات حيويه كبيره. السيفالوسبورين دي ماشي من اوائل المضادات الحيويه اللي كانت مكتشفه يعني. الجدول المقابل يوضح بعض المخاطر التي قد يتعرض لها النبات. ادرسوا. ما الاستجابة المناعية، أو ما الاستجابات المناعية الصحيحة التي تمثلها الأحرف س ص ع على الترتيب. حلو. الميكروب ينتقل مع الماء إلى الورقة. عملت له استجابة مناعية س. مع الماء الورقة من الماء ده بيتنقل في الخشب، في النسيج الخشبي ده تيروزات، صح؟ ماشي. فسين تيروزات. يبقى خلاص هي الإجابة جيم أصلا. خلاص كده. السؤال اللي بعده بيقول لك الجدول المقابل يمثل تواجد بعض المواد المناعية في النبات. ادرسه جيدا ثم أجب. علما بأن علامة زائد دي يعني تعني إن زيادة إنتاج، وصح تعني التركيز الطبيعي، وصفر يعني عدم وجود المادة. ماشي. تعال نبص. بيقول لك أين بتتعرض للإصابة بكائنات ممرضة سامة. حلو. ما دام كائنات ممرضة سامة، خلي بالك من سامة دي. سامة دي يبقى عايز منك إنها لازم يكون في إنزيمات نزع سمية. أصل أنت لو النبات أفرز إنزيمات نزع سمية يبقى أكيد تعرض ل لمواد سامة. فهتلاقي إن النبات واي وزد عندهم البروتينات المضادة للكائنات الدقيقة اللي هي إنزيمات نزع سمية يعني. فاحنا قلنا الاتنين يعتبروا حاجة واحدة. جميل. فكده يبقى عندي مين الاختيار؟ يبقى واي وزد، صح كده، اللي هي اجابه د. بس طب مستر والكنافانين والفينولات والحاجات دي والباقي ماشي، ما عنديش اي مشكله، بس انا عايز اركز في السؤال على ايه؟ على انزيمات نزع السميه، اللي هي البروتين المضاد للكائنات الدقيقه، لان هو عايز مواد سامه، فركز عليها يعني. اللي بعده يقول لك الشكل المقابل يوضح الاستجابه المناعيه لاحدى الخلايا النباتيه. ادرسه ثم حدد اي ما ياتي من خصائص الماده صاد. ماشي. بص. عندك الخليه يقول لك في كائن ممرض، ماشي، بكتيريا مثلا، دخلت وطلعت لك عملت لك افراز لماده سامه. طب مثلا انت عرفت منها ماده سامه، طب ما هو الكائن الممرض هيفرز عندك ماده ليه؟ اكيد مش هتبقى ماده طيبه يعني تفيدك. الكائن الممرض داخل يضر النبات، فاكيد هيفرز ماده سامه. فصاد راحت على الماده السامه لو تركز، وسين راحت على على الكائن الممرض نفسه. اه، النبات لما يفرز حاجه على الكائن الممرض نفسه تبقى بيسم الكائن الممرض، ولما يفرز حاجة على السم اللي بيفرزه الكائن الممرض يبقى كده بيضاد السم ده. يبقى صاد تبقى انزيمات نزع سمية عشان هي رايحة على السم، وسين تبقى ممكن تبقى فينولات أو أحماض أمينية غير بروتينية عادي، رايحة على الكائن الممرض نفسه. طب هو بيسألك على صاد بس يعني. خصائصها انزيمات نزع سمية تتوجد قبل الإصابة؟ لأ. تقتل الكائنات الممرضة؟ لأ، مالهاش دعوة بالكائنات الممرضة، ليها دعوة بالسموم. تتكون من أحماض أمينية بروتينية ولا غير بروتينية؟ بص، مش اسمها انزيمات نزع السمية، أو اسمها بروتينات مضادة للكائنات الدقيقة. بروتينات، ها؟ يعني أكيد مش غير بروتينية. فتتكون من أحماض أمينية بروتينية. ماشي كده، ما تلخبطش. احماض امينيه غير بروتينيه دي حاجه مواد سامه او مواد واقيه. انما الانزيمات نزع السميه هي انزيمات، واي انزيم انت خدتها قبل كده في اولى ثانوي ان هي انزيم بروتين. حلو كده. بروتين يعني احماض امينيه اكيد بروتينيه، ما هي يا ابني اصلا الاحماض الامينيه اصلا معظمها بروتينيه. فاهمني؟ حلو. امام قاطع فورقة نبات ان المواد المعينة يمكن وجودها في خلايا 2 و3. ماشي. الخلايا 2 و3 دي يا ابني، 2 دي خلايا من نسيج اسمه نسيج عمادي، لو فاكره خدته في تانية ثانوي، و3 دي نسيج اسفنجي. دول الاتنين خلايا برانشيمية عموما يعني. ايه المواد الموجود فيها؟ هما مش موجود فيهم كيوتين لان هما مش بشر، فكيوتين دي لا. ماشي. سليلوز وكيوتين، كيوتين برضو لا، مستبعدة. فكده هتختار الحاجة الوحيدة اللي موجودة المستقبلات سيفالوسبورين. عارف ليه؟ هي مستقبلات كده كده موجودة في أي خلية حية، ودي خلية حية. والسيفالوسبورين دي أحماض أمينية غير بروتينية، بتبقى في منها موجود قبل الإصابة، في منها موجود قبل وبعد. ماشي. فدي الوحيدة اللي تنفع يعني، أنت استبعدت الكيوتين بس يعني. فاهمني قصدي؟ فاهم قصدي؟ أي الخلية التالية يمكن إنتاج إنزيمات نزع سمية؟ عايز خلايا ميتة. الخلايا ما تعرفش تنتج إنزيمات نزع سمية، خلايا ميتة، اللي هي دي خدناها في الحصة دي، إن إنزيمات نزع السمية وأي يعني أي مناعة بيوكيميائية عموما يا شباب، كلها مناعة بيوكيميائية كلها لازم تكون خلايا حية. ماشي كده. السؤال اللي بعده يقول لك ايه الخلايا النباتية التالية تستخدم كل من آلات المناعة التركيبية والبيوكيميائية؟ اللي بيستخدم خدها قاعدة، ما دام في بايوكيميائية يبقى لازم تكون خلية حية يا ابني.
ماشي، يبقى استبعد اي خليه ميته عندك. استبعد اي خليه ميته اللي هي اللي بالجنين دي، لا، ان هي ايه، ميته. طب الف، خليه بشره الورقه وتحت البشره فقط، ولا بشره الساق فقط، ولا جميع خلايا النبات الحيه؟ لا طبعا جميع خلايا النبات الحيه. جميع خلايا النبات الحيه بتعمل لك مناعه تركيبيه وبيوكيميائيه. السؤال بعد بيقول لك اي الوسائل المناعيه التاليه تسبق الوسيله الاخرى في الحدوث. ماشي، يعني الحاجه تسبق التانية يعني. الاولانيه تسبق التانية اللي بعدها. زيادة عدد مستقبلات تكوين جدار الخلية. لا يا ابني، هو تكوين جدار الخلية بيبقى الأول، إن الخلية بتكون جدارها الأول، بعد كده بتزود المستقبلات. ماشي، فدي لا. طيب، ترسيب الصموغ وبعدها تغلظ البشرة بالكيوتين. لا، هو الكيوتين موجود الأول. هو النبات أصلا نونو يعني، هو نبات صغير لما قلت لك بيبقى عنده كيوتين الأول، وبعد ما يتعرض للقطع بقى، لو هو يعني في الساق بتاعه الخشبية، يترسب في الصموغ، فدي لا. تغلظ الجدار الخلوي بالليجنين وإنتاج البروتينات المضادة للميكروبات، دي صح. عارف ليه؟ ان بعد ما اغلظ الجدار الخلوي بالليجنين ده يا ابني، يعني تبقى خلية سكرانشيمية. اللي تغلظ الجدار الخلوي بالليجنين ده خلية سكرانشيمية. وبعدها انتج بروتين مضاد للميكروبات. واحد يقول لي يا مستر يعني ازاي يعني هغلظ الجدار الخلوي بالليجنين وبعدها انتج مش انت قلت لما اغلظ الجدار الخلوي بالليجنين تبقى الخلية ميتة، وبعد كده انتج بروتين مضاد للميكروبات؟ ازاي يعني هعملها؟ ازاي هقول لك ازاي. انت ممكن تغلظ الجدار الخلوي بالليجنين بس يبقى نسيج خشب، صح؟ هو مش نسيج الخشب كان جدره مغلظة بالليجنين، صح كده؟ بس ممكن انتج بروتين مضاد للجنين دقيقة من خلايا البرنشيمية اللي جنبها، عادي. فاهمني قصدي؟ تبقى جيم. انتاج انزيمات نزع السميه وانتفاخ الجدار الخلوي. طبعا لا، هو انا بنفخ يعني انتفاخ الجدار الخلوي الاول. عارف ليه؟ عشان الجدار الخلوي الاول وبعد كده انزيمات نزع السميه تبقى جوه الخليه. فاهمني؟ ماشي. 56. يقول لك ادرس شكل المقابل الذي يعبر عن قطاع في نبات من ذوات فلقتين ثم استنتج اي الخليه الموضحه لا يوجد بها مناعه بيوكيميائيه. من المغمض لا يوجد بها مناعه بيوكيميائيه، يبقى خليه ميته يا ابني. مين الخلايا الميته اللي في دول؟ تعال نشوف. سين دي خلايا بشره، تمام كده. خلايا البشرة حية قلنا، والصاد كولانشيمية، وعين برانشيمية. ماشي كده. لام دي هي الاسكرانشيمية، حتى بص شكلها مضلع ازاي، فهي تبقى لام. طب هه دي يا ابني، ده نسيج اللحاء. ده نسيج اللحاء، هي دي نسيج اللحاء. ماشي كده. تبقى الإجابة هنا، الإجابة ب اللي صح، لأن نسيج اللحاء عموما، نسيج اللحاء لمعلوماتك يعني هو نسيج حي مش ميت. ماشي، حتى كنت خدتها في أولى ثانوي، بس هو نسيج مش ميت. ماشي. الشكل المقابل يوضح مقطعا عرضيا في ساق نبات. ده الرسمة اللي في كتاب المدرسة. واحد دي بشرة، واتنين دي تحت بشرة، موجود فيها خلايا كولانشيمية. هي مواد مناعية تلاتة توجد في الخلايا واحد واتنين. حلو. موجود في الخلايا واحد واتنين يعني عايز أولا الاتنين خلايا حية، فمينفعش إن يكون فيهم لجنين. ماشي كده. طيب، والكيوتين موجود في واحد بس عشان الكيوتين موجود في البشرة، إنما المستقبلات والإنزيمات النسيج السمية موجودين في أي نسيج حي عادي، فاهم؟ بس طبعا إنزيمات النسيج السمية تبقى موجودة لما يتعرض لقطع يعني، أو يتعرض لإصابة، فاهمني؟ بس أنا كده خلصت الأسئلة المقالية. أنا أسهل من السهولة من رأيي يعني، سهلة جدا، ممكن تحلها عادي. إن شاء الله الفيديو الجاي بقى نبدأ نحل مناعة في الإنسان إن شاء الله. ماشي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.